انا لقيت الفيديو ده. انتوا عارفين ان الشياطين ما بتعرفش تفتح الباب؟ اي باب. اوكي؟ عارفين ان الشياطين ما بتعرفش تفتح الباب؟ طيب انا دلوقتي لو قاعد في بيتي خلاص وعندي تويلت، زي دلوقتي احنا قاعدين في الدرس وفي تويلت موجود هنا، صح؟ لما انا اخش التويلت وخلصت وطلعت بره التويلت وسبت الباب مفتوح بتاع التويلت، انا كده بقول للشيطان ايه؟ اتفضل، اتفضلوا اقعدوا معانا، صح؟ رايت؟ ينفع؟ يبقى دايما بليز ميك شور وانتوا خارجين من التويلت نقفل الباب ورانا. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لنا انه الشياطين ما بتعرفش تفتح البيبان، ما بتعرفش تفتح الايه؟ الابواب. خلاص؟ بقى الشيطان اللي عامل قلق في الدنيا كلها ومبوظ 3/4 الدنيا على الاقل، وبيوسوس لينا وبيخلينا نقتل ونعمل ونسرق وهو السبب ان شاء الله في دخول كتير مننا النار. ما بيعرفش يفتح باب. ما يمكن الباب شديد عليه محتاج يروح جيم، او الباب خشب وخايف يحرقه فلو حرقه هيتعرف ان هو موجود. ايه اللي انتوا بتعلموه للعيال ده؟ هو ده الجيل اللي احنا عاوزين ان شاء الله؟ بجيب المفتح متعلم بعيد عن الخرافات وكده. يعني هو حضرتك الشيطان مشكلته في الباب، في الباب. يعني لو انا قفلت الباب كويس بتاع البيت الشيطان مش هيدخل. ده المفروض ان الشيطان بيدخل الجامع ويسوس لنا. الجامع بالقرآن شغال والشيطان موجود. غريبة حضرتك، بس ماشي ماشي. على العموم بعد كده يا جماعة نقفل البيبان كويس عشان خاطر الشيطان. بس انا عاوز اوصل نقطة بس بسيطة وسريعة. هو الشيطان ده كائن كده مستقل لوحده ولا جوانا؟ فكروا فيها بقى.